حطيت شنطتي على الأرض ومشيت شعلت البولة الحمراء ديال المكتب باش ميقلقني حتى حد. قلبت الصفحة اللي موراها، كملت القراية. 26 سبتمبر 1940. كل واحد كيقلب على الحقيقة ديال العالم الحالي والعالم الآخر، وانا واحد من اللي قدروا يمشيو بعيد في هادشي. وانا كنقلب على هادشي خاصني نبقى امين مع راسي قبل اي شخص اخر. فانا دابا على ابواب التنفيذ ديال كاع داك العلم اللي جمعت في هاد السنين اللي دازو. قررت اني غنلتزم وغندون كاع النتائج اللي غنوصل ليها بوضوح ومنطقيا باش نقدر نسميها نتائج ونقدر نبني عليها معتقد على درجة عالية من اليقين. كنت كنقلب على حقيقة الحياة، لقيتها بين الأموات. الموت هي الحقيقة الكبرى اللي كنت جاهلها. كان بالنسبة لي هو النهاية، فلقيته هو مجرد البداية، بداية جديدة ومختلفة تماما. الحياة بعد الموت شي حاجة اللي صعيب نصوروها ونستوعبوها. ما قدرش نفهم الكون اللي داير بيا حتى فهمت الموت على حقيقته. حتى جاني داك الكتاب اللي غير حياتي، الكتاب اللي كيستحضر الموتى وكيعاونهم على الرجوع من القبر، كتاب التعاليم المقدسة لأبرام لين المجوسي. داك الكتاب المكتوب على واحد الجلد اللي غريب بخط اليد بلغة يونانية قديمة مشفرة بلغات أخرى. كانت فيه الريحة ديال القبور وكان بين سطور وأسرارها. استغرق مني بزاف ديال الشهورة باش كملت الترجمة ديالو. ما كنت حتى واحد عليه بشكل رسمي، نكرت الوجود ديالو، بغيت نختبر داكشي اللي فيه بنفسي. عطالي واحد الصديق باش نترجمه، ولكن من أول نهار حسيت بأنه ملك ديالي، أو لا خليني نقول أنا اللي وليت ملك ديالو. عطاني واحد اليقين اللي ما عطاتوليش دراسات والأبحاث ديال 40 عام هادي. عطاني يقين كتر على الحياة الثانية، داك اليقين اللي يعاون أي مؤمن باش أنه يدوز ديك الرحلة الغامضة بين الحياة والعالم الآخر من خلال داك الجسر المخيف اللي كنسميوه الموت. كيعطيك القدرة أنك تواصل مع الموتى، داك التواصل اللي غيخليك أكثر قدرة على فهم الكون ويفتح قدامك أبواب كنوز المعرفة. وكنتمنى ما يفتحش أبواب الجحيم. قررت نكتب هاد الدفتر حيت بغيت نسجل كاع داكشي اللي غيوقع. ما عرفتش علاش، ولكن كنحس بشي حاجة من الداخل ديالي كتدفعني باش اني نسجل كاع هادشي اللي غيوقع، حيت كنظن باللي من حق الناس يعرفوا داكشي اللي وصلت ليه من المعرفة. بغيتهم يعرفوا على الساكن المقدس الأجساد ديالنا، سر من أسرار الحياة اللي هو الروح. كنت ما نكذبش عليكم، كنت كنقرا الدفتر وانا في حاله غريبه من الانتباه والذهول. ما عرفتش كيفاش جرني عنده بهذا الشكل. ما كنتش قادر ندير والو من غير انني ندوز من الصفحه للصفحه. قلبت الصفحه وكملت القرايه. 8 نوفمبر 1940. جمعت الجروب اللي يخدم معايا واليوم درت في داري اولى جلسات الاستحضار. ما نجحاتش، واخا درت كاع داكشي اللي خاصو يدار نورمالمون كيما مذكور في الكتاب ديال ابرام لين. ولكن خليني بعدا نقول لكم شنو هما الشروط الخمسه ديال الاستحضار. اول شرط اللي ضروري ما دير دائره مكونه من 5 ولا 6 ديال الاشخاص اللي غيديروا داك الجلسه ديال الاستحضار. ثاني شرط هو خاص يكون رجال وعيالات بالتبادل وشاب كاين في يدين بعضياتهم، يعني راجل مرأة وشادين في يدين بعضياتهم. ثالث شرط ضروري خاص يكون ظلام، ولا شي دور اللي يكون خفيف حيت الموتى ما كيقدروش يدوزوا في شي غرفة اللي فيها الضوء قوي، كيأثر على الدبدبة بين العالم ديالنا والعالم ديالهم. رابع شرط باش تواصل مع العالم الآخر ضروري من وسيط روحي بواحد المواصفات اللي معينة، وكيمكن للروح بأنها تدوي بلسان داك الوسيط ولا تكتب على الورق بيدي بالمساعدة ديال الوسيط بالطبع، ولا كتنطق بصوتها مباشرة. وهذه نقدر نقول لكم هي الذروة ديال التجربة الروحية. تحذير: كاينين شي أرواح شريرة كتسنى غير داك الفجوة بين العالم ديالنا والعالم ديالهم تحل باش انهم ينقضوا عليها ويخرجوا.
نقدر نقول لكم هذه هي اللي كتسمى باللعنة ديال جلسات الاستحضار. الا ما خديتيش الاحتياطات اللازمة ديالك فراه كتلعب بحياتك. الجلسة الأولى 6 مايو 1941. اليوم حرصت التقدم. اليوم نقدر نقول لكم أول جلسة ناجحة لي بعد 7 شهور ديال المحاولات. سنوات البحث توجت اليوم بالنجاح. حضرت اليوم واحد الروح اللي طيبة ديال واحد الرجل مسن متفقر في دار المسنين، ما كان حتى واحد كيهتم بيه ولا ديها فيه. بانت لي المفاجأة فاش تواصلنا معه، قال أنه ماشي بوحدو، وأنه كاع هادوك اللي كانوا دايرين به ما كانش كيهضروا معاه، أنه كانوا كيشوفوا فيه واحد النظرات اللي قاسية. ما كانش باغي ديك الجلسة تسالي، ولكن اضطرينا أننا نهيوها بطريقة أو بأخرى. ما كنتش متأكد صراحة في النجاح المفاجئ لهذه التجربة. بعد طول انتظار ما عطانيش فرصة للتركيز. في المرة القادمة غنكون أكثر استعداد. صراحة ما كنتش نصدق راسي وانا كنقرا هاد الكلمات الغريبة، كانت كتجري في الجسد ديالي القشعرير. هادشي اللي كنقراه، هادشي اللي كنشوف، ما نستوعبش هاد الدفتر وهاد الكمية ديال المعلومات اللي فيه وهادشي اللي كنقراه. كيفاش انا انسان مادي غنآمن بهاد الشيء هذا وغنتيق هاد الشيء هذا؟ شنو هادشي اللي كنقرا؟ ولكن علاش مازال مستحوذ عليا كنقرا؟ علاش واش كاين شي واحد يقدر يصدق هادشي هذا؟ واش كاين شي واحد اصلا يقدر يدير هادشي هذا في راسو ويمارس هادشي هذا؟ بقيت كنهضر مع راسي بحال الحمق، ولكن كنت خلى ليا شي واحد في ديك الساعه غايقول هذا حماق ولا ما عرفت داكشي. علاش قررت انني غناخذ الدار ونجمع حوايج ونكمل القرايه ديالو في الدار، ولكن ما قدرتش نمشي. وقررت بانني غنكمل القرايه. قلبت الصفحه باش نلقى قدامي الجلسه الثانيه 15 أغسطس 1941. حضرت في هذه الجلسة الروح السيدة كريمة، الزوجة ديال واحد الصديق ديالي الأستاذ الناجي. طبيعة الحال بناء على الطلب ديالو هو، بعد ما لقاها منتحرة هذه 6 أيام، كان راجلها اللي هو الأستاذ الناجي خلاها في الدار في حالة طبيعية، ولكن أنا رجع بعد ساعة لقاها قطعة الشرايين ديال يديها بواحد الشفرة. حضرت الروح بشكل سهل من الرجل المسن الصراحة. تكلمت بالصوت المباشر ديالها ودار معها الحوار هذا اللي غنقول لكم دابا. سولتها فين انت دابا؟ الروح ما عرفتش تقول لي انت فين انا، فقلت لها انت في بيتي دابا وانا جلال الصديق ديال الزوج ديالك الناجي، ومعايا هنايا الزوج ديالك اللي بغى يهضر معك. الروح نقول له بلي راني مازال حية ولكني كنتخنق. الناجي نطق معايا وقال لها شنو اللي خلاك تنتحر يا كريم؟ الروح قالت له لي يا كريم بطبيعة الحال واش انا ميتة بعدا؟ انا مازال في الجسد ديالي وتا واحد ما عارف كيفاش كنتألم وكنتخنق وكنتعذب. انا في عذاب تا واحد ما حاس بيا وتا واحد ما عارف. منين قطعت الشرايين ديال يدي حسيت بألم شديدة كتستاهل الجسد ديالي كله، بحال لي 1000 سكين كتقطع في اللحم ديالي. ولكن كانت لحظة أقل ألما من اللحظة اللي من بعد منها. الحياة ما سالتش هنا كيما وطفات كيما الشمعة بحال اللي كنت كنظن، ولكن الروح ديالي مازال متصلة بالجسد، وكنحس بالدود كيزحف من فوقي وكي ياكل في الأعضاء ديالي. عافاكم شي واحد يقضي عليا، شي واحد يهنيني من هاد المعاناة، هادشي اللي كنعاني. قال لها الأستاذ الناجي علاش درتي هكا؟ علاش انتحرتي؟ قالت له أنا كنت مهجورة، هربت من الألم والعذاب اللي كنت فيه في داري، ولكن وقيلا كنت غلطة. داري وبكاع الأحزان والآلام اللي فيها أرحم لي من الشي اللي فيها أنا دابا. وهنايا فجأة توقفت الروح على الاتصال ونهار الناجي البكاء
ديك الساعة اضطرينا أننا ننسى ديك الجلسة.